آخر كل يوم أنا أقدر أتوب، يعني ماكو داعي. إحنا ليش نسمي شهر رمضان شهر التوبة؟ التوبة مفتوحة في كل وقت. الجواب: هذا التخصيص ناظر إلى سعة القبول للتائبين في هذا الزمان، في زمن شهر رمضان. نعم، الله عز وجل يقبل التوبة في كل وقت. متى ما جاء العبد طارقا باب الله تعالى قال الله أهلا وسهلا ومرحبا. ولكن في أيام وساعات ومناسبات وشهور هاي ارتباطها بالله يختلف، عطاء الله يختلف، وفيض الله يختلف، ونعمة الله تختلف في هذه الأيام، في هذه الساعات. ولذلك حتى في القرآن: وذكرهم بأيام الله. أكو أيام هاي منسوبة لله، وعلى الأنبياء أن يذكروا الناس بهذه الأيام. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أكو أيام تختلف، هاي أيام مرتبطة بالله. شهر رمضان من الأيام اللي التوبة بيها سعتها أكبر. شلون إحنا عندنا مثلا في جامعة معينة تقبل معدل 70، لغات قالوا يابا راح نقبل 60 وال50، فتحوا باب القبول أكثر، راح يصير الدخول أكثر. نفس الحالة الله عز وجل في كل الأيام يغفر، مو بس يغفر، إنه كان غفارا. غفارا يعني شنو؟ كثير المغفرة، أكو مبالغة بالمغفرة. ولكن في شهر رمضان الأمر يختلف، السعة أكثر، القبول أكثر، المغفرة أكثر. حتى ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يغفر في كل ليلة من ليالي شهر رمضان ل1000 نسمة. طبعا هذه ألف، يعني لا تتصور ألف يعني 1000 واحد ما يصير، 1002 ما يصير، لا، ألف يعني كثرة، يعني كثرة، كناية عن الكثرة. يغفر الله تعالى في كل ليلة من ليالي شهر رمضان ل1000 نسمة، حتى إذا جاءت آخر ليلة من لياليه غفر الله بقدر ما غفر في الليالي الماضية. شوف باوع، المساحة واسعة في شهر رمضان. وهذا إخواني يعني هذا الموضوع من أهم المواضيع. التوبة أولا، التوبة بارقة أمل للخاطئين وإنعاش روح لليائسين. يعني شنو؟ الله عز وجل مخلي التوبة أمل، يعني ما بيها خلاص يأس. العبد ينسى، يغفل، ينحدر نحو الخطايا وهو لا يدري. الشيطان شو يسوي؟ يقول له بعد وينك، وين الصيام، وين الصلاة، وين المجالس، انت وينك وين هاي السوالف؟ انت البارحة هيك سويت، قبل شوية هيك سويت، تضحك على نفسك. هذا شغل ابليس. انت قاعد بمكان بذكر الله، هو انت موبايلك بمحرمات، انت جاي تسوي شنو هالحكي هذا؟ تضحك على نفسك، انت وين رايح؟ هذا شغل من؟ شغل ابليس. الله شي يقول له لا، اكو امل. التوبة امل، ما يريدك تقطع وياه، فيقول لك اكو توبة، لا تأيس، اكو توبة. فأمل، بارقة أمل. لما يشعر الإنسان في لحظة ما أن الأبواب قد غلقت بوجهه،
الله عز وجل يفتح له باب، يقول له هذا باب أنا شايل الطلاقات، شايل الباب كله ظل بس مفتوح، اسمه التوبة ما سده. شايف واحد يعني ينحصر له في مكان يباوع كل الأبواب مسدودة، يباوع على باب شايلين الباب كله، أصلا مو باب وفاتحي، لا أصلا باب ماكو، فتحة كبيرة اسمها التوبة. التوبة بحيث يقول لك أنا ما أوصلك المرحلة أغلق بوجهك أبوابي، بابك مفتوح للسائلين. خلص أمل. إذا ردنا شوية نصعد اللغة، التوبة مو بس أمل، التوبة مثل الإنعاش. شايفين الله يكفيكم الشر، لما واحد مريض مثلا بمرض ما، والأطباء شبه يعني قالوا هذا بعد ما بمجال، حالته خطرة، وين يودونه؟ يودون الردهات معينة اسمها الإنعاش، ردهة الإنعاش. شنو يا ردهة الإنعاش؟ ردهة الإنعاش إنه هذا يريد يرجعون للحياة، فشو يعني العلاج مركز والعناية مركزة، وأكو هم وحدات اسمها وحدة العناية المركزة، يعني أكو فد اهتمام بالغ بمن بهاي الروح خافوا تموت، فينعشوها يعطوها عناية مركزة حتى يرجعوها للحياة. نفس الحالة التوبة. التوبة مثل واحد نفسه تمرضت إلى أن هو أيس، قال أنا ميت. إنما الميت ميت الأحياء، أنا يعني بس جسم جاي أمشي، وإلا كل خراب. الله عز وجل يقول لك إيه نعم كلك خراب، بس أكو عندنا إنعاش، أكو عندنا وحدة عناية مركزة. هاي يجون الناس قبل أن يموتوا فينعشون، ولا أحيانا يجون ناس أموات فنحييهم. ليش؟ هو اللي علم عيسى إحياء الموات منه الله، مثل ما الله علم عيسى أن يحيي الموتى، الله قادر أن يحيي الموتى أمثالي، الموتى بالذنوب. ميت هذا خلص، كل شيء ما يفيدوا إياه، لاكو معصية ما سواها، ولاكو خطيئة ما سواها، ولاكو موبقة ما سواها، ومع ذلك الله يقول له تعال وأنا أحييك بقدرة التي أعطيتها لعيسى فأحيا الموتى، أنا أحييك من جديد. التوبة هي عملية إنعاش وإحياء وأمل للمذنبين. لذلك إخواني أنا هالليالي العشر الجايات البحث كله فقط عن التوبة، أقسامها، درجاتها، آثارها، طريقتها، كيفيتها، نوعيتها، لطائفها، دقائقها، حقائقها، إشاراتها، عباراتها، نصوصها، أشيائها اللي داير ما دايرها. التوبة شلون يتوب العبد فيصل إلى أعلى درجات المقربين؟ التوبة. إحنا من الليلة إلى 10 ليالي راح نسولف على التوبة، وحتى يصير البحث مركز منهجي أكاديمي لازم نبدي ويا التوبة من رأس، من البداية، يعني من أول مسألة يناقشها علماء الأخلاق في التوبة. شنو التوبة؟ لغة التوبة جذرها ثلاثي، تاء واو باء، توب، توبة، توبة، مثل عوم عومة. التوبة في اللغة معناها الرجوع، يعني كأنما واحد طالع من مكان رايح تاب يعني شنو؟ يعني رجع للنقطة اللي ينطلق من عندها. التوبة في اللغة هي الرجوع، هذا الكلام بصورة عامة. تابت الإبل أي رجعت، تابت الناقة أي رجعت، تاب الماء أي رجع، الرجعة يعني الرجوع.
العودة في الاصطلاح نفس المعنى، يعني المعنى الاصطلاحي للتوبة هم الرجوع، بس رجوع من يرجع لمن؟ لأن التوبة بها طرفين، واحد يرجع وواحد يرجع إليه. التوبة بها طرفين في الاصطلاح. من يرجع لمن؟ ياهو اللي يرجع لمن، يعني منو يرجع المنو؟ لازم يكون طرفين، واحد رايح وواحد متاني، فهذا يرجع له. من يرجع لمن؟ اثنين. التوبة لها معنيان، انتبه لي. توبة الله على العبد، وتوبة العبد لله. بس ركزوا وياي، رجوعان: رجوع الله على العبد، ورجوع العبد لله. هاي من الدقائق المعنوية، يعني هاي من اللطائف الباطنية الدقيقة. ركزوا وياي، احنا بحثنا حول رجوع الله للعبد، شلون العبد يرجع لله. هذا رجوع العبد لله رجوع بين رجوعين، اثنين لله وواحد للعبد. يعني صراحة يصير عندنا كم توبة؟ ثلاثة: رجوع الله، ورجوع العبد، ورجوع الله. شلون؟ إذا أراد الله عز وجل أن يرجع العبد إليه، لأن هي السالفة يم الله. أكو واحد الله ما يريد خلص طاردة نهائيا، هذا ما مش يرجع، هذا ما يرجع. شوفوا إخواني، الله من يريد يسقي وردة يجيب ماي ويهدي فلاح، يصير عنده إرادة وهمة، يقوم يشيل الماي يسقي الوردة. ذول الاثنين ياهو اللي جابهم الله على مود الوردة هذه، على مود الزهرة هذه. الله عز وجل من يريد يؤنس فراشه يخلق وردة، ويخلق فلاح يسقيها، ويخلق ماي يسقي الوردة على مود روح اسمها الفراشة حتى تؤنس. الله إذا أراد العبد، ركزوا وياي، انتبه المعنى شوية دقيق. الله الآن راد هذا العبد، قال له ارجع. شلون يرجع؟ رجوعان وسطهما رجوع. شلون؟ رجوع الله على العبد، ورجوع العبد لله، ورجوع الله على العبد. شنو يعني؟ أولاً الله راد فلان يرجع، هسا ليش رجع؟ ساكو بعد هو راد، شو يسوي له؟ يحط له بقلبه شوق، يحط له بقلبه شوق، جذبة خفيفة جدا تهمس بإذنه كل شوية. ما ترجع لله، شبيك شمتاني؟ يمتى ترجع؟ إلك نية ترجع لو لا؟ هذا شهر رمضان جاي، ترجع يولا؟ الساعة تظل على هذا الصوت الرقيق الدافئ، هذا الإحساس الهادئ، هذا الرجوع الأول من الله. يبدي جره، بس شلون يجره؟ يجره بهداوة جدا، يقدر يجره جرة عنيفة ويرد إله. مرات ما سامعين بالدعاء يقول له اللهم ردني إليك ردا جميلا. شنو ردا جميلا؟ اكو رد شديد. شلون رد شديد؟ يا برجع ما رجع، ارجع ما رجع، ارجع ما رجع، كفخو رجع. مرات الله يرجع ببلاء، بمرض، بقهر، بشيء. مرة لا يجيبه مولانا يخليه فد مكان
يقول له تظل دوم هيك لو إلك نية ترجع إلي؟ هسه هاي تظل دوم هيك لو إلك نية ترجع إلي منين تطلع؟ مرة تطلع من شاشة، مرة من رسالة، مرة من واحد يسولف وياك، مرة تسمعها، مرة يعني هو يودي لك رسالة. الله يودي لك رسالة على الخاص، بس يا خاص قلبك يقول لك ترجع يولا. شوف يجذبه، مني جذبه يخلي عنده يعني قلق. ارجع. صارت الرجعة الثانية مال العبد. تاب قال له ربي بطلت، هاي البداية وهذا شهر رمضان وهذا أول يوم شهر رمضان وأنا تايب وراجعين. هسه هاي رجعة صارت. انتم وياي؟ الله رجع العبد رجع لله. هنا الله راح يرجع للعبد يغفر له. فهمتوني؟ شوف 3 صارا. الله يجذب العبد، هاي التوبة الأولى. العبد يرجع لله، هاي توبة العبد لله. الله يغفر للعبد، صارا 3. انتهت، كملت قصة الحب. ضاوع. شوف إذن يرجع العبد بإذن الله. إذا الله ما يريد يوفق العبد يصير الله عز وجل يعرقل مسير التوبة. يصير نستجير بالله. هذا بعد هاي كارثة، هاي إنه يريد يتوب الله يقول له ما أريدك. هاي كارثة. هاي بعد يروح يريد يتوب بالطريق يعرقل روحته، يقول له ما نريدك، رجعوه، ما نريده، هذا بعده. هاي كارثة، هاي مصيبة. نستجير بالله. هاي ما تصير إلا نادر لأن هو كريم طيب لطيف فما يعرقل. هاي توبة وياي، توبة الله على العبد. احنا بعدنا نسولف، هذا مو بحثنا اصلا، احنا هذا مو بحثنا، هذا النوع الاول من التوبة اللي هو توبة الله على العبد. هاي الله يشير لها باكثر من آية بالقرآن. يقول اكو توبة علي واكو توبة عليك. التوبة اللي علي مثلا يقول انما التوبة على الله، يعني توبة الله مو توبة العبد. إنما التوبة على الله. المن ياهو ذول اللي الله يتوب عليهم. إنما التوبة على الله. شوف علي للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. صفتين. شوف قد لطافة بهاي الآية. يعني هاي الآية بها كمية من اللطف عجيب. يقول أولا ذولا ما يعاندون، لا هو يخطأ بس قلبه طيب. شوف الله يعني عجيب رب العالمين. يعني هم يخطئون، يقولوا ذولا جهالة يعني أخذ الطيش، هذا ما كذ روحه، ولا هو طيب حباب فلان بس ما يكذ روحه مرات. للذين يعملون السوء بجهالة، يعني ذولا ياخذهم طيش الشباب، غرور يعني وضعهم كذا، الجهل الكذا، ولا هم يعني طيبين بس عندهم معاصي. للذين يعملون السوء بجهالة، جهل من عندهم، وإلا هو أكو واحد يعني يعصى الله، اللي يعصى الله ما يفتهم، فيقول جهل ذولا. شوف بيها بدي إشارة في غاية اللطافة. وينكو عاقل وينكو عاقل يعصي له واحد يومية يعطيه نعم ببلاش؟ ما كنت حكي هذا. هسه تعوف الدين والرواية والآية والكذا، عوفها تسولف سوالف عقل. وينك واحد يومية يعطيك وأنا أعصيه؟ إذن أنا جاهل. ولذلك الله يقول ذولا خطية، يعني ذولا جاهل، لو يفتهمون ما عصوني. للذين يعملون السوء بجهالة، وإلا لو ما جهالة ما عصوا. جاهل العاصي جاهل، وإلا أكو واحد يفتهم
يعصي له واحد يومية يعطيه نعم يعطيه، كمو هذا اللي انت يومية يعطيك وانت تعصيه خاف يدير وجهه، يا هل يعطيك